من شوية على تويتر دخلت شفت أخبار، فوجئت بأخبار إن ملك المغرب أمر بتحقيق في موضوع اللاعب مصطفى ميسي الإزازة ورماها للسيدة اللي في المدرجات واتصدمت وجالها صدمة بالإزازة لما اتخبطت فيها. واحدة جاية تشجع بلدها لقت يعني عنده حق، وده رد فعل من الملك رائع، لان ده حدث مش موقف في الشارع حصل ما فيش حد شافه، لا ده حدث، والفيديوهات انتشرت في جميع العالم. انا لو راجل مغربي في اي دولة في اوروبا او بره اوروبا في امريكا واشوف المشهد ده، ان سيدة مغربية بتتفرج على النهائي لبلادها وواحد يضربها بإزازة، عرفت ان المحكمة في الرباط اصدرت حكم بدفع غرامة، مش فاكر مكتوب كام الغرامة بس ما تهمنيش قوي الغرامة، تهمني اصدرت حكم بعدم دخول اللاعب لارض المغرب. انا كنت عايش في اوروبا فترة في هولندا وعارف الحكم ده. الحكم لما بيجي يحكم على حد يقول لك عدم دخوله البلاد، ده حكم كبير قوي، حكم كيان يعني اكنك انت لا شيء. يعني عدم دخول اللاعب المصري مصطفى ميسي لارض المغرب حكم قاسي جدا. واحد يقول لك يا عم هو مش هيسافر تاني، لا ده حكم معنوي قاسي جدا، ويستاهل الولد انه ياخد الحكم ده. اولا لما تيجي تلوم ما تلومش الولد، انا راجل مدير فني وسافرت بلعيبه معسكرات، والله اللاعب هتلاقيه في المعسكر قاعد على الترابيزه بيتعشى زي الالف، لان انا مدير الفني، انا موجود. اعوذ بالله من كلمه انا شديد. لو الولد قاعد على الترابيزه يترقص في العشاء، يترقص، تعرف ان المدير الفني اللي قاعد ده قرطاس شكوكو يعني. فأنا بلوم على الإداري والمدربين، لأن أثناء المعسكر في المغرب من قبل البطولة الفطار والتجمعات والغداء، لما يلاقوا في المدير الإداري، المدرب المصري، المساعد للأجنبي والمدرب، لما اللعيبة تحس إن دول شداد وفعلا رايحين مسؤولية تمثيل بلد، وأي حركة لينا أنت بتمثل بلدك، ما كنتش هتلاقي في النهائي الحاجات دي. مش هتلاقي الولد اللي طار وضرب حامل الكرات ولا اللي رمى الازاز على الست، ما كنتش هتلاقي الحاجات دي في كرة القدم كده. انا الانديه اللي كنت، انا بتكلم عن نفسي ما بضربش مثل، انا بتكلم عن نفسي والله العظيم. في لعيبه كانت تيجي جديده مثلا، تيجي تنزل التمرين الساعه 3 مثلا، فالاولاد بيروحوا على الملعب 3 الا ربع، ففي واحد جاب الكوره كده وفضل ينطق كده، راح ارمي الكوره، ارمي الكوره. قال لهم في ايه بس؟ قال له ارمي الكوره. كابتن مصطفى انت في نظام. لو كل واحد جاي من بيته دخل ملعب مستني التدريب يجي ومستني كابتن مصطفى يجي، كل واحد ياخد كوره ونعملها سيرك، وكابتن مصطفى يجي يقول له يلا يا محمد تعالى يا خالد، ايه ده. لا، كابتن مصطفى ينزل الساعه 3 يلاقي اللعيبه متجمعين وجاهزين، لان في مسؤوليه تتعمل. عشان كده انا مبسوط من رد فعل الملك، قد ايه بياخد حق الشعب بتاعه، ان ده حدث الناس كلها شافته، فده رد فعل ان ازاي بياخد حق. وبعدين الحكم اللي اتحكم حكم شديد قوي معنوي، ما سجنش الولد مثلا، لا الحكم انه عدم دخوله المغرب ده حكم كويس. وانا عايز، لان انا شفتها كده الناس كاتباها على تويتر، يا ريت برضو تقولوا لي الخبر ده عبارة عن ايه وبداياته والاسباب. انا عايز ناس تكلمنا على الموضوع ده، مهم جدا جدا يعني. شكرا.